أحلى عيش للسندوتشات ممكن تعمليه سهل جدا وتحفة بصراحة، يتاكل حاف من جماله. يلا بينا. في بولة هنزل بكوبايتين ونص من الدقيق وعليهم نص معلقة صغيرة من الملح وكمان معلقة كبيرة سكر وكيس خميرة فورية، وهقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هزود معلقة كبيرة من القشطة وربع كوباية زيت وأقلب كل المكونات مع بعضها. بعد ما اقلب كل المكونات بالشكل ده هبدأ ازود كوباية الا ربع من المية الدافية وابدأ اعجن. لازم اعجن حوالي 10 دقايق واحطه في بولة وتكون مدهونة بالزيت، واغطي البولة بكيس بلاستيك وفوطة عندي واسيبها تريح في البولة حوالي ساعة. بعد ساعة هتكون بالشكل ده وهبدأ اشتغل عليها واقطعها قطع صغيرة. ودلوقتي هبدأ افردها بالشكل ده وهتكون رقيقة جدا زي ما انتوا شايفين. هاجي دلوقتي على نص الرغيف وهبدأ ادهنه بجبنة، اي نوع جبنة عندي او مادة دهنية، زيت او سمنة او ممكن كمان دقيق، كل ده ينفع. وبعد كده هتني الرغيف واحطه في صينية مدهونة بالزيت واسيب العيش يستريح في الصينية حوالي نص ساعة وانا مغطياه. بعد كده هجيب بيضة واضيف عليها فلفل اسمر، اقلبها كويس جدا وهدهن بيها العيش. وبعد كده ممكن ازود العيش زعتر وكمان سمسم وحبة البركة، وكمان ازود جبنة رومي او جبنة موتزاريلا، وممكن ما ازودش اي حاجة من الاضافات دي وهيطلع احلى عيش برضو. وابدأ احط العيش في فرن ساخن على درجة حرارة 200 وهيطلع احلى عيش للسندوتشات. فعلا تحفة في طعمه وريحته وهيعمل كمية كبيرة من العيش. مش يستحق لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل جديد. مع السلامة.